جود نايت يا حلوين، اهلا بيكم في قناتي. معاكم منى، والنهارده فيديو جديد. والنهارده هقترح لكم 15 مسلسل كوري، انا حصيله الكوري اللي انا اتفرجت عليه، وهجيب لكم احلى المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها. يلا نبدا الفيديو. واول مسلسل معانا النهارده، وهو اول مسلسل كمان انا اتفرجت عليه كوري في حياتي، وكان في MBC 4، وهو You Are Beautiful، انت جميله. ده كان قصته ايه؟ قصته سهله وبسيطه. هم فرقه مكونه من 3 ولاد. قائد الفرقه بتاعتهم حصل له حاجه في صوته، فكانوا عايزين يدخلوا فرد رابع فيهم. فالفرد الرابع ده المشكله اللي هو دلوقتي بيعمل حاجه تجميليه تقريبا في شكله في دوله معينه. هو عنده اخت توأم بالظبط، حتى صوتها حلو زيه. فراح الراجل اللي هو المنتج الفني، او اللي اسمه ايه، مدير الاعمال بتاع الفرد الرابع ده، راح لاخته وقال لها، هي اصلا كانت راهبه، تمام، قال لها بصي اقعدي معاه بس بداله كده لكام شهر، واعملي اللي انت ولد وغني وكده لحد ما اخوك يخلص العمليه. وهكذا. كانت تقريبا، مش فاكره هو كان في سويسرا استراليا، انا مش فاكره الدوله قوي، بس تمام. وفعلا بتروح وبتعمل، وفي منهم 2 بيكتشفوا ان هم اللي هي بنت مش ولد، وبيحاولوا يداروا عليها يعني، بس في واحد فيهم بيغلس عليها، وواحد فيهم لا عادي عمل نفسه اللي هو ما يعرفش وما قالهاش. والتالت برضه عرف في الاخر برضه اللي هي بنت، والتلاتة حبوها، بس هنعرف مين بقى هي اللي هتختاره. بس المسلسل حلو جدا، احداثه حلوه جدا، لطيف خفيف كده، مش هتحس بملل، مش هتحس بقى بالاكشن والقرف اللي هو بتاع اليومين دول اللي انا مش حباه. اللي هو انا لو عايزه اكشن هروح للاجنبي، ما احلى فيهم في الاكشن، بس انا مش عايزه اكشن، انا عايزه رومانسي بس. تعالوا بقى اقول لكم المسلسل التاني. المسلسل التاني كئيب سيكا بس حلو جدا، هو مستر بلانكتون. ده المفروض الممثل فاضل له 3 شهور، اكتشف ان هو فاضل له 3 شهور ويموت بالسرطان، يعني هو تقريبا في المرحله الرابعه. فراح للاكس بتاعته اللي كان حبيبها، وهو راح سابها علشان لسبب لا يعلمه الا الله. انا مش فاكره الصراحه، بس هو موجود يعني. وهي المفروض بقى الاكس دي كانت هتتجوز، راح بقى خطفها من يوم العرس بتاعها، وطبعا حبيبها بيحاول يدور عليها، وهو بقى قعدوا يعملوا مغامرات كده لغايه ما هي رجعت تحبه تاني. هي اصلا كانت بتحبه ومش عارفه هي اصلا سابها ليه وكده، بس هو تقريبا سابها عشان مصلحتها، سابها عشان حاجه يعني، بس يعني حاجه مش ليه، فاهميني؟ بس وفي الاخر البطل يعني بيموت يعني، بس الصراحه 10 حلقات هتعيش فيهم في سعاده، ولكن هتتنكد في اخر حلقه والله العظيم. والمسلسل اللي بعد كده هو مسلسل ذا هيرس. ده فيه لي من هو بارك شين ومش فاكره البطل اسمه التالت ايه، بس هو ممثل مشهور برضو. ذا هيرس ده بيتكلم على اللي هو اسمه الورثه، عن بقى حوار الورث. وعندهم مش كلهم بقى بيتقسموا، لا هو مثلا الابن اللي يستحق بقى، كان الكبير كان الصغير كان الوسط، هو اللي هياخد اللي هو الاب بقى يشوفه الممتاز. بس ليه من هو طالع اصلا في المسلسل ده هو من عيله غنيه، ولكن غير شرعي، يعني جاي من واحده الراجل قضى معاها يوم كده ولا يومين، تمام، وما كانش يعني معترف بيه وكده، واخوه الكبير بيعامله وحش، وابوه بيعامله وحش. الوحيده اللي بتعامله حلو هي امه، وبعد كده حبيبته اللي هي بارك الشين دي، اللي هي اصلا بنت خدامه عندهم، تمام. وحوارات كده دخلت معاهم نفس المدرسه، وحوارات كده كتير. بس الصراحه هو حلو، بس هو 20 حلقه، انا ما اتفرجتش غير على 19. ليه يا جماعه؟ انا هقول لكم، انا ساعتها كنت متغاظه من بارك شين بجد، البت ضايقتني لدرجه ان انا كرهتها حقيقه. وقعدت فتره اللي انا ما بتفرجش عليها نهائي الصراحه، وقفلت من المسلسل لدرجه ان انا ما شفتش الحلقه الاخيره. وطبعا انا لو جيت دلوقتي انا مش هبقى فاكره حاجه، فانا هبقى عايزه اعيد ال 20 حلقه. انا ما بقتش حمل ال 20 حلقه دول والله، ولا حمل ال 16 كام، بس بروح اشوف الصيني اللي 36 حلقه عادي. والمسلسل اللي بعد كده اسمه يامي سيلز. دي عارفين، لو عارفين عارفين فيلم انسايد اوت، اللي هو المشاعر اللي جوه الدماغ دي اللي بتعمل السعيده هي شبهها. هي عندها حاجات جوه دماغها زي دي، وبتتكلم وبتعمل وبتبقى لذيذه جدا. وهي بقى بتقع في غرامات حب، هو من جزئين، كل جزء ولد، اوكي. بس هتحبوا اللي هو الجزء الاولاني، الواد اللي هو بتاع الجزء الاولاني اكتر على فكره. ف
هو عامل زي انسايد اوت كده، وبقى نشوف الحب وحاجات كده والحوارات بتاعتها دي. وهو المسلسل لطيف كيوت لذيذ، ما فيهوش تعقيقات، عادي تعقيقات الحب اللي هي العاديه اللي هي سهله، اللي انت قاعده بمزاج وانت بتتفرجي عليها، مش بقى ضرب واكشن وغموض انا بتعب. المسلسل اللي بعد كده وهو اسمه باتشينكو، ده من جزئين برضو، وده للي من هو. بيتكلم عن فترة الاستعمار الياباني لكوريا الفترة دي. وبيتكلم بقى وليه من هو المفروض اللي هو السياسي تقريبا، مش فاكرة هو كان تبع اليابان ولا لأ والله. بس هو متجوز واحدة يعني ليها شأن كبير، وهو الراجل ده يعني معاه. بس هو بقى بيعجب من واحدة قروية عادي كورية، و اللهم صل على النبي. اللي هو يعني يعمل معاها علاقة وبتخلف وهما مش متجوزين، وبتقول له ويقول لها لا انا متجوز ومخلف بنتين وبحب مراتي ومش هسيبها. كان سافل في المسلسل ده. ماشي ماشي، بس هو يعني حماها في الجزء الثاني صراحة. فهتشوفوا بقى، هما 8 حلقات، 8 تقريبا. سهل جدا وبسيط جدا، مش هتفهم في حاجة في الأول قوي، بس هتفهم بعدين، يعني انت هتفهم، بس ما تخافش مش هتفهم في الأول. والمسلسل اللي بعد كده اسمه ذا تيبيكال فاميلي. البطلة هنا ان هي نصابة بتخش كل شوية على عيلة غنية، تتجوز بقى الولد اللي عندهم او وات ايفر، بتعمل ايه، بتشتغل جوه وبتسرق الفلوس بتاعتهم. تمام تمام، عملت كده، دخلت بقى في العيلة اللي جاية اللي هي دخلتها دي، لقت بقى ايه، العيلة دي مش عادية، اكتشفت ان هم كل عيلة اصلا فيها عندها قوة خارقة. فطبعا كانت في الاول اتجننت، ايه ده، ايه الهبل ده وبتاع. فهي بقى بتكتشف، وبعد كده مش هتبقى عايزه تنصب عليه، هي حبته وهكذا. بس مامتها مش هترضى، وهتعمل معاه حوارات كده كتير. هما يكتشفوا اللي هما نصابه وحوارات، وهتحصل بقى حاجات كتير جدا. تحفه تحفه تحفه، المسلسل ده تحفه جدا وصراحه لذيذ قوي. كانت فكره حلوه، فكره جديده. والمسلسل بعد كده تحفه، هو الصراحه بقى ده اكشن، ما فيش رومانسي، بس الصراحه الممثل ابدع فيه وانا بحبه، اللي هو اسمه بلاك نايت. تحفه، قسما بالله تحفه يا جماعه. بيتكلم عن ان الغلاف الجوي بقى ملوث جدا ومفيش هواء، فهم بيوفروا للناس هواء نظيف. وكل يوم بيوصلوا لهم، والبطل المفروض اللي هو من العمال اللي هم بيوصلوا كده، وبيكتشف تقريبا حاجه، جريمه او حصلت حاجه، وهو بقى بيحاول يلاقي لها حل وكده. وليه جزء تاني بس لسه ما نزلش، لسه ما اتعملش، وانا نفسي يتعمل قوي من 23 هو لسه ما اتعملش. هو 8 حلقات، يعني هي من 6 ل 8. قسما بالله انت هتخلصوه في ساعتين 3، انا خلصته في ساعتين حرفيا، اللي هو يلا هات الحلقه اللي بعدها، هات الحلقه. تحفه تحفه، يعني ارشح لكم ان انتوا تبداوا بيه، مع انه اكشن بس الصراحه عجبني. وبقى المسلسل اللي جاي ده قصه جديده، حوارات جديده، وكان تحفه تحفه تحفه، وتقريبا هيبقى اغلبكم عارفينه، وهو سيلبرتي. ده بيتكلم عن عالم السوشيال ميديا والبلوجرز والانفلونسرز والكلام ده كله، وهم فيك ازاي ومش، واللي فيك واللي فيك لا، وعالم الاغنياء وعالم الناس دي كلها بقى. تحفه تحفه تحفه. المفروض البطله هي كانت الاول غنيه، بس عيلتها فلست. تمام، باباها مات طبعا من الحسره، ومامتها دلوقتي بتحاول تشتغل، وهي بتحاول تشتغل علشان يقضوا حياتهم، وهي اصلا كانت غنيه وهكذا. وبعد كده بيحصل حاجه، بتروح لحفله فيها بلوجرز وكده. تمام، الحفله دي في واحده فيهم بلوجر راحت هزقتها يعني، ورمت عليها النبيت اللي هو الخمره بتاعتهم. فهي راحت ادتها لها يعني، وكانت شخصيتها قويه، مش الشخصيات الضعيفه. والفيديو نزل تقريبا، وهي اتشهرت بعد كده. انا مش فاكره هي اتشهرت ازاي، بس هي فيديو نزل اتشهرت بعديه، وكملت بقى وعملت براند وشوف ايه، وكانت هتتحول زيهم. بعد كده في حد قتلها، بس هي ما اتقتلتش. حوارات كتير جدا، والبطل هتحبوه صراحه، هم الاثنين حلوين الصراحه مع بعض الصراحه يعني. والمسلسل اللي بعد كده للقابل المفضل الى قلبي، وهم حقيقي قابل في الحقيقه، واتجوزوا وخلفوا كمان، واسمه كراش ليدنج اون يو، اللي هو هبوط اضطراري للحب. هي واحده من كوريا الجنوبيه، حبت يعني، هي غنيه وليها قيمه هناك. تمام، والبطل من كوريا الشماليه، وهو ضابط في الجيش. تمام تمام، رتبه عاليه بقى، ابوه اصلا لواء، مش لواء يعني، وزير، أو هو حاجه كبيره يعني هناك. فهي في يوم البطله دي عملت اللي هو
الطيران ده مش فاكره اسمه ايه عموما. فحصل حوار كده، كان الجو مش لذيذ، فطارت وبتاع، وقعت فين؟ عند حدود كوريا الشماليه، وهي طبعا ما كانتش تعرف. فهو البطل طبعا وهو بيعمل الدوريه شافها ومسك عليها سلاح ومسكها وقال لها انت مين؟ قالت له ايه ده، هو انت من الجيش؟ اهلا. هي ما كانتش تعرف ان هو من كوريا الشماليه، بس لما ركزت على اللبس والعلم اللي كان موجود فهي اتصدمت. هو عرف ان هي من كوريا الجنوبيه، وعرف في الاخر هي على الله حكايتها اصلا، وهي ما بتعملش حاجه، هي كانت بتطير بس عادي. فهو خدها وخباها عنده، وحوارات كتير بقى، وحبوا بعض، وراح لها كوريا الجنوبيه لما رجعها، وبعد كده الكوريا الشماليه عرف. حوارات كتير جدا، بس تحفه تحفه. 16 حلقه في تحفه الصراحه. والمسلسل اللي بعد كده عامل زي قصه سندريلا. هي عايزه تتجوز واحد غني علشان ينتشلها من الفقر وكده، وبتحاول بواحد اعجبت بيه غني وكده، بس هو ما بيديهاش اهتمامه بيهزقها، بس الغني التاني بقى هو بيحبها وكده. واسم المسلسل ده Dreaming of a Freaking Free. اوكي، ايوه صح، انا نطقت صح. هبقى احط لكم صور المسلسلات هنا علشان تلاقوها بالاسم بتاعها. وانا قلت لكم القصه صح؟ تمام. قصه لذيذه لطيفه، رخيصه فشخ يعني. يعني بسيطه، مش يعني، بس ايه ده، دبانه رخمه. والمسلسل اللي هشرحه لكم الجاي ده مش مسلسل رومانسي ولا اكشن، ده رعب. والصراحه رعب رعب رعب، حسوده لو انتوا تعرفوه. Strangers from Hell. ده غرباء في الجحيم. اللهم صل على النبي. هم 10 حلقات. هو بطل المفروض لو مدعي او من الحاجات دي، وهو جه البلد علشان يشتغل او ويدرس حاجه زي كده، او يشتغل بس ايهما يعني. وكان بيدور على مكان يقعد فيه، والمشكله اللي اسعار غاليه جدا، لغايه ما لقى حته اللي هو الفندق ده كان رخيص، ويا ريته ما لقاه، ويا ريته ما قعد. ماشي. طبعا هو بيشوف اللي كل اللي قاعدين اصلا غرباء الاطوار، بس هو ما كانش بيتعامل معاهم. بعد كده تطورت الاحداث، الاوضه بتاعته بقت حد بيخشها وهو مش موجود، وبيحصل حاجات، وبيكتشف ان هم اكلي لحوم البشر، وكانوا عايزين ياكلوه يعني عموما. بس هو هيهرب منهم ازاي وهيفضحهم؟ ده بقى اللي هنعرفه. على فكره المفروض اللي هو ليه جزء تاني. والمسلسل اللي بعد كده هو رومانسي واسمه تاتش يور هارت. المسلسل ده بيتكلم عن محامي وممثله. الممثله دي حصل دروب كده في حياتها، اتفضحت طبعا، وقعدت في البيت سنتين ما بتشتغلش. تمام. وجالها دور اللي هي تبقى محاميه، فعلشان يعني تسبق الدور راحت تتدرب في مكتب محاماه اصلا حقيقي. وبتحصل حوارات كده ومشاكل مع البطل والبطله، وبيحبوا بعض في الاخر. بس بقى المشاكل اللذيذه الحلوه دي هي مشاكل لذيذه، هي مشاكل مش معقده خالص يعني. بعد كده كمان هتكتشفوا ايه اللي حصل لها، واصلا كانت مظلومه فيها، هي مش ذنبها حاجه، وفي الاخر هيعرفوا الناس اللي هي مظلومه وكده، وهترجع شهرتها تاني وتشتغل من تاني. والمسلسل اللي بعد كده هو مسلسل جلوبين يعني العفريت. المسلسل ده من 2016، هم 16 حلقه. بيحكي عن واحد كان في عصر جوسون اتقتل او اتعدم بطريقه ظلم، عشان هو الملك كان ظالم ساعتها. المهم الراجل اللي اتقتل ده روحه يعني ما طلعتش يعني، وفضل جسمي والسيف فيه، ولازم العروسه تيجي تشيله بتاعت العفريت. الراجل الملك اللي هو ظلمه ده بقى حاصد الارواح، واخته الواد اللي مات ده اللي كانت اللي هو الملك بيحبها عموما يعني، هي ما عملتش حاجه، فهي كانت بتقعد تتجسد. يعني عايزه اقول لكم حاجه عن كوريا، اللي هم عندهم معتقدات ان هم عندهم 4 حيوات، كل ما يموت بيطلع حياه بقى، وعلى حسب اعماله. لو انت بقى زي الزفت بتبقى حصد الارواح زي البطل التاني حسوده ده. بجد تحفه. بس والقصه بقى بتدور اللي هو يلاقي العروسه بتاعته، فعلا بيلاقيها وحوارات كده، وفي الاخر بيحبوا بعض، وبتلتلك روحه وتتعمل يعني وكده. وهتشوفوا الاحداث وهي احداث حلوه، مع ان هي زفت، بس اتس اوكي، الاحداث كلها لذيذه. واخر مسلسل للنهارده وهو مسلسل اشوب فور كيلرز. المسلسل ده اكشن. ده تاني تقريبا مسلسل اكشن اقوله لكم، بس الصراحه ده للبطل اللي هو اللي انا لسه مقترحها لكم، المسلسل اللي هو جلوبال اللي انا قلت لكم عليه، حسوده، اللي هو حسود الارواح. تحفه المسلسل ده، تحفه اصلا، انا بحب كل مسلسلاته اصلا، تقريبا اتفرجت عليها كلها. والمسلسل ده من 8 حلقات. بيتكلم عن هو
كان في الجيش او كان في الجيش، وكان من العمليات الخاصة وحاجات كده، وبعد كده ساب الجيش عشان حاجة حصلت. فهو كان بيربي بنت اخوه او بنت اخته، او هي حاجة بنت اخوه ولا بنت اخته ماشي عموما. وحصل ان عمها مات ده، والبنت دي بقى عايزين يقتلوها، فهي بقى بتحاول ايه تهرب من العصابة دي وكده، وفي اصحابه اصدقائه اللي معاه اللي هم كانوا معاه بيحاولوا يساعدوها اللي هي تهرب منهم. وفي الاخر اصلا بنكتشف ان البطل اصلا ما ماتش وكده، وهو اتصاب وكده، شكله كان متصاب وكده، بس هو ما ماتش. بس وليه جزء تاني المفروض اللي هو هينزل تقريبا السنة دي حاجة زي كده يعني، ما اعرفش، بس يعني يا رب علشان انا منتظرة إيه اللي هيحصل. وبس كده تبقى خلص الفيديو بتاعنا للنهارده، واقترحت لكم 15 مسلسل كوري اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه، ولو انتوا اتفرجتوا على حاجه فيهم منهم فتقولوا لي في الكومنتات على رايكم، ولو اتفرجتوا بعد كده تبقوا تقولوا لي رايكم برضو. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. و باي باي.